في أمهات كتير بتكون فاكرة إن ابنها أو بنتها لما يتعرضوا لمضايقات وما يعرفوش يردوا فالعيب في المجتمع، وإن ولادها اتربوا كويس جدا لدرجة إن هما مش عارفين يتفاعلوا أو يتعاملوا مع مجتمع مش كويس أو مجتمع ما ترباش نفس التربية اللي هما اتربوها. طبعا احنا مش بننكر ان اي حد مؤذي دي المشكلة فيه، وان احنا لما نربي ولادنا دي حاجة مش غلط، بس التربية جزء منها اني اعلمه ازاي يرد على المضايقات او يتعامل مع المجتمع، لان في المجتمع هلاقي ناس كويسة وهلاقي ناس مش كويسة. فزي ما بهتم باكله، بهتم بنومه، بنظافته، بهتم كمان اعلمه يتعامل ازاي مع الناس زي ما ربنا امرنا، لازم اعلمه ازاي يدافع عن نفسه او ازاي يرد على المضايقات. حاجتين لازم اعلمهم لابني. اول حاجه اسمها سوشيال سكريبت، يعني انا بقعد مع الطفل بقى افترض معاه افتراضيات، زي يعني مثلا نحط سيناريو ممكن يحصل لو اتعرض لموقف سخيف او اتقال له كلام يضايقه، هيرد يقول ايه. وبنحفظ الجمل دي، بتكون جمل سهلة وبسيطة والطفل بيحفظها علشان إذا فعلا اتعرض للموقف نفسه ما يتفاجئش، ما يتصدمش، ما يتوترش، يبقى الرد جاهز في ذهنه يعني. دي بنسميها سوشيال سكريبت. مثال مثلا هعلم ابني لو حد اتريق على شكلك، فممكن ترد تقول انا راضية عن شكلي، او انا عاجبني شكلي ومش لازم اعجب كل الناس. مثلا حد اتريق على ممتلكاتي، مثلا لبسي، شنطتي، دي ممكن اقول دي اذواق ومش شرط ذوقي يعجب كل الناس. المهم انه انا بثبت جملة مع الطفل هو تكون سهلة، يقدر يسمع يحفظها كويس بسهولة، ويقدر يقولها. والحاجة التانية اللي لازم أعلمها لابني هو الانسحاب. يعني إذا اتكرر الأذى ده من الشخص، مش ممكن كل مرة هبدأ أرد عليه. خلاص أنا عرفت إن الشخص ده مؤذي وأذاه بيتكرر، خلاص الحل إن أنا أنسحب وأبعد عن الشخص ده. الحاجة التانية، إذا بدأ الأذى ما يبقاش بالكلام بس، يعني بدأ يبقى فيه عنف بقى جسدي، فأنا لازم أعلم ابني ينسحب فورا، لأنه طبعا بنسمع عن حوادث ممكن اطفال يسببوا لبعض اعاقات، فانا مش عايزه يحصل ده لابني. فاذا الطفل اتربى انه الانسحاب ده ضعف، وان هو لما يواجه دايما هو ده القوه، بالتالي انا بعرض ابني لخطوره. لا، في الحاله دي لازم يبقى ابني عارف انه ده مش ضعف ولا حاجه، وانه بالعكس ده منتهى القوه، انك انت تبعد عن ناس ما تربوش كويس ومش عارفين ازاي يتعاملوا مع حد محترم زيك. بس ده كل اللي انا كنت عايزة اقوله. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشيروا الفيديو ده مع اصدقائكم علشان عايزين نكبر القناة.